لكم في قناة زينب داريمي شانيل مطبخ زينب داريمي. اليوم قررت نشارك معكم واحد الفيديو اللي زوين وسهل في التحضير. يعني نفس الفكرة، كيكون مع واحد الاضافة اللي هي بسيطة بزاف وفيه مع واحد التغيير بسيط حتى هو، ولكن ماشي مشكل. يعني داكشي غادي نفسر لكم بالتفصيل الدقيق. يعني كما تشوفوا حنا عارفين الكيك الكوري اللي كنخدموا به كاملين. هو نفس الشكل، يعني كيبقى طريقة تزيين اختيارية. الإضافة الوحيدة هي أننا كنديرو مرآة في الفوق، يا إما كتسمى كيكة المرآة أو ميرور كيك. كما تشوفوا يعني كتختاروا يا إما ما بين فوق الكيك أو واقفة أو قلب، يعني داكشي كيبقى اختياري على حسب الزبون اللي طلبك على داكشي. بالنسبه للومبالاج هو كيبقى نفسه، هو نيت. كما قلت لكم قطر المرآة على حسب قطر ديال الكيك، يعني طريقه سهله. طريقه التزيين كما تشوفوا هي هذه عاديه كيف ما موالفين. كتابه، يعني هذا هو التطبيق ديالها بهذا الشكل. نتمنى انني فدتكم. تنتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده، فكرة جديدة. باي باي.